شرح دالة أو شرط جديد في إكسل، وهي دالة sum f مع الطالب عزة حسن. الدالة دي بنستخدمها في ايه؟ دلوقتي لو انا عايزة اعمل حاجة معينة، زي انا دلوقتي كاتبة القاهرة، اسكندرية، شرم، الساحل، الشرقية. طبعا في كل دول ايه اكتر حاجة بتستخدم؟ اللابتوب في القاهرة اكتر حاجة، في الاسكندرية كمبيوتر. ده طبعا مش حقيقي، بس ايه احنا بنتكلم كتجربة يعني. وشرم لاب، ساحل كمبيوتر، الشرقية لاب مثلا يعني. اي محافظات او كده، ممكن بلاد كمان. تمام، فاحنا عايزين نعرف ايه عدد الناس. طبعا اللاب في القاهرة 100 بيستخدموه كذا، ده طبعا كده يعني. تمام، فعايزين نعرف ايه اكتر حاجة بتستخدم على في مثلا في البلد كلها، في مصر كلها. مثلا احنا هنبقى كاتبين هنا كل المحافظات اللي في مصر، فعايزين نيجي هنا مثلا، اجي هنا، اجي اكتب sum يساوي. تمام، وبعد كده احنا ممكن نستخدم العلامة دي، يعني ممكن نستخدم هنا كده لو عايزين نكتب ارقام يعني. استنى، بعد كده اجي هنا واكتب sum سين السم اف، sum اف، في sum اف وفي sum اف اس. تمام، طبعا sum اف اس دي لو كذا شرط بقى كمان، يعني كذا شرط وكده. تمام، اهي هنستخدم sum if. بس اول حاجة عندنا دول، هاجي ادوس على اول واحدة واختار الصف اللي هو فيه كذا حل يعني. بص دلوقتي هدوس كده واختار الصف اللي فيه الحاجات اللي احنا هنشوف ايه الاكتر. اول حاجة نشوف الكمبيوتر عدده كام تكرار الكمبيوتر مع كام. تاني حاجة نختار الحاجة اللي احنا عايزين نشوف قد ايه هي منها، والارقام نجمعهم، نجمع الارقام اللي قصاد الاسم زي الكمبيوتر تاني. ونيجي التالتة دي هنضغط على هنا واخد الارقام. خلاص صح، جاب لي 87. 87 دي جمع ال23 و64. اوكي، 4 و3 7 و2 و6 8. اوكي، يبقى 87. طب عايزين نعملها تاني، نعمل نفس الدالة يساوي، عشان نشوف بقى اللي احنا شفنا الكمبيوتر نشوف اللابتوب. يساوي sum if. اوكي، ابدأ ان انا اول حاجة اختار ما بين دول دي ايه. ثواني، تمام. بعد كده تاني واحدة هختار لاب. تالت واحدة هاجي هنا واختار دول وندوس صح، فنلاقي ان هو مجموعها 979، اللي هي المجموع 134 و545. فكده طبعا اكتر استخدام لايه؟ اكتر استخدام لللاب.